بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. فيديو للذكرى المؤلمة للزملكاوية والذكرى العطرة المفرحة للأهلاوية. يوم الدراما في الرياضة المصرية للزملكاوية أمس في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري. صح جمهور الزمالك على فاجعة رياضية ليست على البال ولا على النية، بهزيمة منكرة مذلة صحيح بضربات جزاء الحظ الترجيحية، ولكنها مذلة وأضاعت الكأس و4 مليون دولار. قالها الصحفي خالد طلعت مع مهيب للدردور: أنت وإعلام الزمالك ومجلس إدارة الزمالك وعبس بسبب خسارة الزمالك. قال له الدردور: لماذا أنت بتوجه لي الاتهام ليه؟ قال له لأنك وأنت وهم لم تحترموا المنافس واعتبرتم بأنفسكم فزتم بالبطولة. واحد الزملكاوي في سيد سليم خرج الشاشة قدام المحل بتاعه على اسم أحمد، على أساس منتظر الفرحة والانتصار والأفراح والملاح، وجنبه مقهى الزملكاوية ومقهى الأهلاوية بصف واحد التلاتة، وكله منتظر الفرحة والانتصار. حتى القنوات الرياضية والبرامج الرياضية كانوا في انتظار ملحمة الانتصار بالكأس، وكل قناة كانت بتتسابق في استضافة لاعبي الزمالك القدامى، كل واحد منتظر فرحة والانتصار، منتظرين الزمالك يخلص على اتحاد العاصمة ويخطف الكاس، منتظرين ذلك بعد أن يطلق الحكم الصافرة ويخرجون على الشوارع في احتفالات، وفي القنوات احتفالات ورقص وأفراح وليالي مناح كأنهم سيحصلون على كأس العالم. ولكن هيهات، لم تأتي الرياح من تشتهي السفن. بعد مباراة سموحة الضعيف في الدوري والفوز 1-0 الباهت بفضل حكام الزمالك، استمرت قناة أون تايم زمالك في فتح الشاشة مع أفراح ورقص جماهير لاعبي الزمالك مع الجماهير في الملعب كأنهم خدوا كأس العالم، ناسين هم لسه متحددش بطل الدوري. ولكن هم اصطحبت اللاعبين وصورت لمدة 5 دقائق بعد نهاية المباراة في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في أي قناة رياضية محلية في أي دولة في العالم، إن فريق مصر فاز على فريق مصر. طب هو فريق الجزائر فاز على فريق مصر في الملعب، اهو عملتوا ايه؟ فكانت لقطة سوداء في تاريخ